السلام عليكم. النهارده هكلمك على ازاي تتعلم لغة انجليزية، وهحكي لك تجربتي او انا ازاي اتعلمتها. ودي نصايح من وجهة نظري هتفيدك جدا لو انت قدرت تطبقها. ومش هتاخد من وقتك او من حياتك، او مش هتشغل من تفكيرك وقت كبير زي ما انت متخيل. انا كان ممكن اعمل الموضوع ده على تعليم اللغة بشكل عام، اي لغة، ولكن انا تعمدت ان انا اعمله على اللغة الانجليزية لسبب واحد بسيط، وهو ان انت ما ينفعش تكون في 2026 ومش بتتكلم انجليزي، او على الاقل لنسبة معينة، يعني لان ده اصبح حقيقي دلوقتي ان انت تقول انا بتكلم انجليزي ما بقتش ميزه. يعني في العالم حاليا الطبيعي هو انك تكون بتتكلم انجليزي، اللي مش طبيعي هو انك ما بتتكلمش. يعني زي ما نقول كده في 2026 واحد لسه ما بيعرفش يكتب، مش مقبوله، يعني مش متعلم اصلا، مش مقبول. فانت اللغه الانجليزيه اساسيه في الحياه دلوقتي، سواء انت فكرت تسافر او ما فكرتش تسافر. اي شغل حاليا دلوقتي بقى مرتبط بالانجليزي، حاجات كتير جدا في حياتنا اليوميه بقت مرتبطه بالانجليزي، والموضوع عمال يوسع مننا، واعتقد هيفضل يوسع اكتر واكتر. فانت ما ينفعش ما تتعلمش انجليزي، ولكن ما ينفعش برضه في نفس الوقت تتعلمه باللغه التقليديه القديمه اللي الناس بتعملها بقى لها 100 سنه وشغاله. وقصدي مش ثابته اي نجاح، او ما فيش فيها اي ناتج ملحوظ يعني. اولا انا خريج ازهر، يعني انا مش تعليم اجنبي، ولا انا الانجليزي في حياتي من وانا طفل. انا بدات انجليزي في المدرسه تقريبا في اعدادي، وطبعا انجليزي مدارس بقى اللي هو ايه كلابي ده، قاعده اف بقى وبتاع. انا يعني ما كانش عندي اي حاجه، فانا اتخرجت من الثانويه العامه ما عنديش اي خلفيه عن الانجليزي. بدات في الثانويه العامه اواخر كام شهر كده، اول سنه في الجامعه، بدات بقى ان انا ايه اتعلم انجليزي، بدات ان انا احاول ان انا يعني ايه اتكلم اللغه. فعملت ايه؟ رحت خدت كورس صغير كده، كان دبلومه معرفش ايه، كان تقريبا 60 جنيه او حاجه. وطبعا قعدت بقى لقيت الكورس معرفش ايه، وقواعد لغه وقاعده دي ودي تقول ايه هنا. وفي النهايه بعد كام شهر لقيت نفسي انا ما بتكلمش، يعني مش عارف اقول جمله، مش فاهم لما حد بيقول حاجه مش فاهم، كل حاجه غلط يعني. مش ده المفروض انه يحصل من كورس. المفروض تاخد كورس، المفروض انك تطلع على حد ما عندك الحد الادنى، حتى لو انت بتذاكر، حتى لو انت ما بتذاكرش الكورس. ما بالك بقى انا كنت بحاول اذاكر واكتب وبتاع، وفي النهايه محصله صفر. فانا كتبت لك النهارده شويه حاجات انا عملتها، وحاجات انت المفروض تعملها، او حتى تعمل معظمها لانها هتساعدك جدا. اول حاجه وهي اكسر فكره السنين، او اكسر فكره ان انت لازم تتعلم اللغه لسنين. الناس متخيله ان انت عشان تتعلم انجليزي لازم تقعد سنتين ثلاثه اربعه تتعلم وتحفظ وتتفرج على افلام. وحقيقه الموضوع مش كده خالص. انت ممكن لو حطيت 3 شهور او 90 يوم من الحاجات اللي انا بقولك عليها دي، صدقني انت بعد 90 يوم دول هتدعي، هتحس ان في فرق رهيب، وهتحس ان انت قادر وعندك ثقة انك تتكلم حاجات انت ما كنتش اصلا تعرفها من 90 يوم. 90 يوم يعني 3 شهور يعني هيعدوا. فالموضوع مش محتاج سنين، بالذات في اللغة الإنجليزية، لأنك بشكل أو بآخر عندك فكرة عن مش أكيد محصلتك في الإنجليزي مش صفر. شفت حاجة، فيلم، أغنية، كلمة مكتوبة، يعني الإنجليزي بقى في حياتنا في كل حاجة، فأنت مهما عملت مش هتبدأ من الصفر. فدي حاجة إيجابية يعني. إيه الحاجة رقم اتنين؟ وهي ابدأ بالحد الأدنى. يعني أنت عشان تبدأ بالإنجليزي اعرف الحد الأدنى اللي هو إيه. ابدأ من الصفر خالص، دي الحاجة اللي أنت المفروض تتعلمها في يومين ثلاثة كده، إيه، بحيث إن أنت تبقى عارف أقل شيء اللي هو إيه، حاجتين: تعرف إزاي تنطق الحروف، يعني شوف فيديو على اليوتيوب، جوجل، اتعلم ازاي، او احفظ طبعا الحروف او اكتبها، واحفظ نطقها، يعني احفظ النطق بتاع الحرف. سهله جدا انا عارف، ولكن يعني في ناس ما بتعرفش تعملها، فدي حاجه لازم تعملها. الحاجه التانيه احفظ الارقام، احفظ الارقام واحفظ الحروف، واعرف ازاي بتنطقوا. وحاول تحفظ، مش لازم تحفظ طبعا لحد رقم 10، مش الدرجه دي، بس حاول يعني تزود شويه بحيث يبقى عندك خلفيه عن الارقام عشان تعرف تنطق الارقام. حاجة سهلة جدا حرفيا، انت ممكن تعملها في يوم او في يومين او في ثلاثة حسب معرفتك بيها، ولكن الموضوع دوت اساسي جدا. دي الحاجة الوحيدة الاساسية اللي انت المفروض تعملها في الاول. اي حاجة بعد كده بقى هيبقى الموضوع ايه، مبني على شوية تمرين اكتر. ولكن الحفظ، احفظ ازاي تعرف تنطق الحروف، او اعرف ازاي تنطقها، واحفظ الارقام. تالت حاجة، عايزك تروح دلوقتي على جوجل او على اليوتيوب، واكتب اهم 100 جملة للمبتدئين في اللغة الانجليزية، او افضل او اقوى او اسهل 100 جمله للمبتدئين. حط بس كلمه المبتدئين دي، عشان هيطلع لك مثلا 100 جمله. روح كده على جوجل هتلاقي 100 موقع بيطلع لك 100 جمله
ال100 جملة دول هم أبسط الكلمات والحد الأدنى من اللغة الإنجليزية، والحاجات اللي هتخليك تحس إن أنت عندك ثقة. هتاخد ال100 جملة دول وهتبدأ إن أنت تحفظ. تاني، تحفظ جملة جملة. يعني إيه؟ يعني أنت مش هتحفظ الكلمة. طبعا أنت يقول لك احفظ كلمات والكلام، لا، ما تحفظش كلمات، احفظ جمل. الجملة يعني كلمات طبعا، بس أنت بتحفظ الجملة عشان تبقى حافظ معنى، يبقى في حاجة ممكن تعبر عنها أنت حافظها. وفي نفس الوقت لو جه حد قال لك جملة وغير منها كلمة، فأنت ما زلت عارف السياق، فهتفهم. ودي نقطة مهمة جدا في اللغة، إن أنت دايما ممكن تكون مش فاهم 20 30% من اللي بيتقال من اللي قدامك، ولكن انت في كذا حاجه انت عارفها فقادر تربطها. فالجمل هي اللي هتساعدك في النقطه دي. فبدل ما تحفظ كلمات حولها لجمل. طب الجمل دي صعبه صح، ولكن احفظ بقى ايه؟ ابسط الجمل. لما تحفظ ابسط الجمل، احفظ كل يوم مثلا جمله جملتين ثلاثه. بلاش تخلي الموضوع يعني مش لازم تحفظ في اليوم 20 جمله عشان هتنساهم. احفظ مثلا جملتين ثلاثه، وحاول تقولهم بصوت عالي، وحاول تحفظهم، وحاول ان انت، دي نقطه برضه مهمه جدا، ان انت تكتبهم. يعني احفظ، اكتب. الكتابة مش هتخليك تنسى. ايه الحاجة رقم 4؟ وهي حاجة لو انت هتاخد حاجة واحدة من الفيديو، حاول تبقى هي الحاجة دي، وهي ان انت تنسى القواعد. ما تحفظش قواعد، ما تذاكرش قواعد. انت مش محتاج القواعد في حاجة. انت مش بتتعلم في هارفارد، ولا هتخش تعمل مثلا معادلة باللغة الإنجليزية. انت عايز تتكلم، عايز تتعلم. عشان تتعلم انت مش محتاج تتعلم القواعد، صدقني. انا الحمد لله بتكلم انجليزي كويس جدا، والقواعد في حياتي لو قلت لي قاعدة اف دي اصلا هقول لك، كان مستر محمود الله يمسيه بالخير في الثانوي كان طلع عنا عليها، وانا نفسي ما اعرفش اقعد ايه. وبتكلم دلوقتي مع اي حد في اي حاجه، في اي على التليفون، فيس تو فيس، ايا كان هو منين، بتكلم معاه بفهمه وبيفهمني، والموضوع انتهى. فالقواعد مش عايز اقول مش مهمه، لانها قواعد لغه في النهايه، ولكن صدقني القواعد دي اوتوماتيك بتكتسبها بدون ما تفكر فيها. فانت ما تفكرش فيها، لانك لو فكرت في القواعد هتلاقي نفسك بقى الموضوع بيصعب عليك، وفي حاجات رخمه حواليك وكل الكلام ده. فانت ما تحفظش القواعد ولا تذاكرها ولا تيجي جنبها خالص. انت احفظ الجمل وذاكرها زي ما هي وافهمها، عشان لما تيجي تعبر ممكن تلاقي نفسك بتقول قاعده وانت مش عارف القاعده دي جت منين. ولكن الموضوع بيجي بالممارسه. معلش انسى القاعده على جنب خالص. ايه الحاجه رقم 5؟ وهي اتكلم بصوت عالي واتكلم من اول يوم. يعني ايه؟ عارف انت ايه؟ ساعات كده احنا بنقعد مثلا نذاكر حاجه، فبنقعد نكتب بنفكر فيها ساكتين. لا، قولها بصوت عالي. يعني ودنك تسمع صوتك. اسمع صوتك بصوت عالي، انت تتكلم، عشان الحاجه اللي انت بتقولها دي اللي بتقولها بصوت عالي هتلزق هنا. وفي نفس الوقت اتكلم من اول يوم. يعني ايه؟ يعني انا قلت لك من شويه احفظ جمل، صح؟ الجمل دي ليها معاني. المعاني دي مرتبطه بحاجات بتحصل في يومك. حاول لما الحاجه اللي بتحصل في يومك دي تحصل، اللي انت حافظها في الجمله اللي انا قلت لك عليها، حاول تقولها بالانجليزي. طب يا عمر، مع كده ان انا هكلم اخويا مثلا بالانجليزي او ابويا؟ لا، لا. بس حاول ان انت لما تبقى لوحدك، او لما تبقى في حاجه معينه انت عارفها بالانجليزي، قولها بالانجليزي. فالحاجه اللي هتقولها بالانجليزي دي هتلزق معاك. يعني هي حاجه خلاص انت حفظتها، حاجه انت قلتها لزقت وانت حافظها خلاص. فانت طالما حافظها وعارفها وقلتها كذا مره، فانت غالبا عمرك ما هتنساها. عمرك ما هتنساها. طيب ليه؟ لان خلاص انت قلتها مره واثنين وثلاثه وحفظتها، فانت ربطتها بموقف حياتي. هي دي اهم حاجه في اللغه، ان الحاجه اللي انت بتتعلمها تربطها بموقف حياتي. يعني ايه تربطها بموقف حياتي؟ موقف في حياتك، موقف حصل. يعني مثلا انت رحت العربيه، قلت حاجه، حد قال لك حاجه فانت رديت. طبعا انت هترد بالعربي، ولكن انت عشان عارفها بالانجليزي فهتقولها بصوت عالي بالانجليزي لما تقعد لوحدك مثلا في العربيه او في البيت او في ايا كان. فانت خلاص الموضوع ده هيديك ثقه ان انت عارف الكلمه دي وعارف الجزء ده، فهتقدر ان انت ايه اللي بعدها واللي بعدها. هتلاقي نفسك مع الوقت عندك حصيله كبيره جدا من الجمل. الجمل دي انت قادر تعمل بيها محادثه، لان المحادثه عباره عن ايه؟ انت لما تتكلم مع حد المحادثه عباره عن ايه؟ عباره عن لا، ده احنا كده على الدائري يا جماعه، احنا كده على الدائري. هنخلص بقى ولا ايه؟ لما تتكلم مع حد محادثه بالانجليزي هي عباره عن جمل. اللي انا اعمله لك دلوقتي ده هي جمله 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 جمله، بقت محادثه. فانت لما تقعد تحفظ الجمل دي، انت كده قادر تعمل محادثه واثنين وثلاثه واربعه، ومع الوقت انت هتكتسب حاجات. ومع الوقت حد هيقول لك حاجه انت ما تعرفهاش من قبل كده، بس دماغك لقطتها فبقى عندك حصيله زياده، وهكذا. هي اللغه هي الكلام. عشان كده انك تروح كورس تقعد تحفظ قواعد، بلح 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 ولا بلح سنين طويله بلح. لما كنت بتعلم انجليزي في مصر في الفترة دي، أو يمكن فترة قبلها شوية أو بعدها مش فاكر، ولكن كان طلع مكان كده بتاع كورسات اسمه نوت كورسز.
ما اعرفش موجود دلوقتي ولا ما اعرفش اي حاجه عنه بقالي مثلا اكتر من 10 سنين. ولكن نوت كورسز ده من وجهه نظري كان هو افضل مكان تتعلم فيه لغه انجليزيه، لان هو المكان الوحيد اللي كان بيعلمك بالطريقه دي، كان بيعلمك تتكلم مش بيعلمك تحفظ القواعد. مين مهتم بالقواعد؟ ما اعرفش هل في حاجه زي نوت كورسز، او هو اصلا نوت كورسز موجود ولا لا دلوقتي، يعني لو حد عارف ممكن يقول لنا. ولكن بشكل عام انت حتى برضه مش محتاج نوت كورسز، اللي انا بقوله لك ده انت ممكن تعمله في البيت. دلوقتي بقى عندك انترنت ويوتيوب وشات جي بي تي وكميه حاجات ومعلومات تقدر تطلع منها حصيله للغه، مش محتاج كورسات. وبرضه دي نقطه مهمه جدا، الغي فكره الكورس. يعني مش حد يقول لك تعلم لغه انجليزيه، طبعا هنا بتكلم عن الانجليزي، في لغات شويه ممكن محتاج كورس على الاقل في البدايه. ولكن انجليزي انت مش محتاج اي كورس خالص. انت انجليزي محتاج ان انت تشتغل، ان انت تتعلم. اللي انا بقوله لك دوت انت ممكن تعمله نص ساعه في اليوم، لان كميه حاجات انت بتفتكرها وبتحاول تحفظها وبترددها دي انت بتعملها ممكن في المواصله، في العربيه، وانت قاعد بتعمل حاجه تانية، لان حاجه خلاص انت عملتها فبس بتكررها. حاول بقى ايه تربطها بحياتك اليوميه. وهنا هنخش على النقطه السادسه، وهي ان انت تربط الحاجات اللي انت بتحفظها بحياتك اليوميه. يعني ايه؟ يعني مثلا انت حد قال لك حاجه، الحاجه دي انت عارفها بالانجليزي او حاجه انت حفظتها، فتحاول ان انت تقولها. او لو الشخص ده مثلا ليك معاه دليل او حاجه تقولها بصوت عالي. او يا سيدي محرج. انا كنت بعمل كده في البيت، كنت بتكلم على المرايه، كنت بعمل حاجه مهمه قوي 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 قوي، احط الموبايل واصور نفسي وانا بتكلم بصوت عالي، وبعد كده اتفرج على الفيديو وانا بتكلم. الموضوع ده كان بيديني ثقه رهيبه. اه بغلط، اه بتلعثم، كل الكلام ده، ولكن انا بتكلم. اللي انا حفظته وكتبته بقوله في فيديو، فاذا ممكن اقوله لبني ادم. ممكن اتلخبط، ممكن اتحرج، عادي. ما انت في النهايه في البدايه انت بتحاول تكسر الحاجز بتاع الموضوع ده، ما انت بتتعلم لغه انجليزيه. مش برضه بالمناسبه لغه انجليزيه على قد ما هي حاجه مشهوره، ما هي مش سهله. هي برضه لغه مليانه مصطلحات ومعلومات وحاجات بتتغير باشكال غريبه. ولكن انت بقى عشان تاخد السنس ده محتاج انك تتعلم، محتاج انك تتكلم، محتاج ان انت تكتسب ثقه. تصور نفسك، تشوف نفسك وانت بتتكلم بصوت عالي. اتكلم في اوضتك. انا كنت جايب اللي هي الستيكي نوتس الصفرا دي، كنت بكتب الجمله ومعناها بالعربي والزقها على الحيطه. كنت تخش عندي الشقه، يا نهار ابيض، صفرا اكني دهن اصفر. ليه؟ لاني بتعلم. ودي حاجه بالمناسبه مش معقده. انت بقول لك لو تعمل كده كل يوم نص ساعه ساعه، خلال 90 يوم مستوى تاني تماما. مستوى تاني تماما. حرف والله بدون مبالغه مستوى تاني تماما. في نقطه كمان، وهي ان انت فكك من الاكسنت. فكك من الاكسنت. يعني الاكسنت بعد 120 بتعوم على الطريق. بهزر. فكك من الاكسنت، لان هي ملهاش لازمه. انت بتتكلم، انت مصري، انت عراقي، انت المهم انت مش بريطاني او استرالي مثلا. فبالتالي الاكسنت مش مهم. اوكي، ممكن مع الوقت لما تكتسب ثقه قوي يبقى مستواك في الانجليزي كويس، ممكن ساعتها تشتغل سيكا على الاكسنت، تمام. ولكن انت حاليا بتتعلم، فكك من الاكسنت. كل الناس عندها اكسنت، كله عنده اكسنت. يعني المصريين عندهم اكسنت باين قوي ان ده مصري. الاسباني وهو بيتكلم انجليزي باين قوي ان هو اسباني. الفرنساوي وهو بيتكلم انجليزي تضحك وباين فرنساوي، فعنده اكسنت عادي. هو في النهايه مش مواطن بريطاني، مش مطلوب منه ان هو يكون طليق او ما بيغلطش. عادي اغلط، والاكسنت بتاعك تبقى مضحكه، المهم اللي قدامك يفهمك. ده الهدف. لو اللي قدامك ما فهمكش، كده انت فشلت. كده انت محتاج تشتغل اكتر، مره واثنين وثلاثه عادي. ولكن بقى اكسنت واصل انا خايف اغلط، اغلط يا معلم. ده انا بغلط في العربي. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما هي في النهايه اللغه دي هي لغه تواصل، مقصود بيها ان انا افهمك وانت تفهمني وكل واحد يروح بيته، انتهى الوضع. انما مش مطلوب منك انك تقعد تعقد نفسك وتحط العقد في المنشار. لا لا خالص، مش مستاهل. مش مستاهل خالص. فخد الموضوع ببساطه، وما تزودش على نفسك ساعات كتير في اليوم. حاول تتعلم مثلا لمده ساعه بشكل يومي. ما بلاش تخلي الموضوع ساعة في الأسبوع، معلش حاول تخليها يومي أو نص ساعة في اليوم. واللي تتعلمه في نص ساعة في اليوم حاول تطبقه على مدار اليوم، يعني جزء من حياتك. عيش بيه، مش لازم انك يعني حاول تحول حياتك لإنجليزي. يعني ايه؟ يعني مثلا حاول الحاجة اللي انت بتقولها بالعربي دي حاول تقولها بالعربي والموضوع يخلص، بس حاول تفتكر ازاي تقولها بالإنجليزي. الحاجات دي هتفضل تخليك تكتسب وانت اصلا عايش حياتك عادي، بتشتغل وبتركب مواصلات وبتنزل وبتروح. يعني مش محتاج ان انت تكون قاعد على المكتب بتذاكر، وانت مثلا في مواصلة عندك الموبايل واليوتيوب. في كمية مصادر على الإنترنت مجانا لا حصر لها. فأنت مش محتاج تحط على نفسك حمل مادي أو حتى حمل وقتي، إن أنت
توصل لهدف معين وانت ما معكش فلوس دي، اي مشكله، اتعلم من البيت، اتعلم اونلاين، اتعلم من اليوتيوب، اتعلم وانت رايح الشغل، اتعلم وانت جاي من الشغل. الحاجه اللي انت تحفظها اكتبها وخلاص، حاول تمارسها. موضوع اللغه صدقني سهل جدا، بس محتاج منك شغل، يعني محتاج منك انت مجهود فقط. انما الكورس مش حل سحري ولا هيساعدك في اي حاجه، بالذات ان الكورسات معظمها بيزنس، ومفيش مشكله لو بيزنس بس لو بتساعد، لكن هي في النهايه تقول لك احفظ بقى قواعد وقاعده ما اعرفش ايه وقاعده ايه، والحاجه دي صدقني مالهاش لازمه. فده كان كل حاجه في فيديو النهارده، اتمنى الفيديو فاتكم، فاشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.